النهارده هنتكلم عن فيلم من الافلام اللي هتخليك تفكر في كل حاجه بتحصل في حياتك. كيلرز اوف ذا فلاور مون مش مجرد فيلم اكشن او دراما، ده عباره عن دراسه عميقه في التاريخ الامريكي وبيكشف لنا عن احداث مش كتير مننا يعرف اي حاجه عنها او حتى جرب يفكر فيها. الفيلم من اخراج مارتن سكورسيزي وبطوله ليوناردو دي كابريو. الفيلم ده بيعرض قصه حقيقيه مليانه ظلم وطمع وخيانه، فهل سكورسيزي هيسحبنا لاعماق القصه ويخليها تجربه سينمائيه ولا لا؟ تعالوا نشوف مع بعض. بالنسبة للإخراج، أول ما هتشوف الفيلم هتحس بإحساس مختلف. سكورسيزي زي العادة بيقدر يدخلنا في تفاصيل العصر والبيئة اللي بيحكي عنها، مش بس من خلال الأحداث لكن من خلال المناظر الطبيعية والإضاءة واللون. كل حاجة بتخدم القصة. سكورسيزي كان ذكي جدا في استخدام العوامل البصرية علشان يوصل شعور بالاضطراب، خصوصا في المشاهد اللي بتعرض لنا الفظائع اللي اتعرض ليها السكان الأصليين. الإخراج هنا مش مجرد تحريك للكاميرا، ده تحريك للمشاعر وتوجيه للجمهور كمان علشان يركز في تفاصيل كانت هتضيع لو الفيلم ده اتعمل تقليدي. في مشاهد معينة سكورسيزي بيعتمد فيها على الهدوء والبطء علشان يخلي المشاهد يحس بنقل الأحداث، وده بيخلي المشاهدين يركزوا أكتر على التفاصيل النفسية للشخصيات بدل ما يكون كل شيء سريع أو مفرط في الحركة. لو هنتكلم عن التمثيل فالمفاجأة بجد كانت في ليوناردو دي كابريو. بعيدا عن الأدوار الكبيرة الكتير اللي عملها قبل كده، هنا ليوناردو قدم لنا أداء غير عادي في الشخصية ديت، لأنها شخصية مليانة صراع داخلي، في نفس الوقت كانت تحت ضغط قوي جدا. ليوناردو بيقدم لايرز كتيرة من المشاعر، وفي تفاصيل صغيرة في تعبيرات وشه تقدر تحس منها بكل لحظة من التوتر اللي كان عايش فيه. أما بقى روبرت فدوره كان مميز جدا، قدر يضيف عمق للشخصية بكل كلمة بيقولها، وكأنك بتشوف راجل عايش في عالم مليان تناقضات. الكيمياء اللي بينه وبين ليوناردو كانت واضحه جدا، وده اضاف لاير جديد للفيلم خلاه اكثر تاثيرا. السيناريو في الفيلم ده كانت قويه جدا، لانه كان بيتناول مواضيع كبيره عن الطمع والفساد لكن بطريقه مش مباشره. لازم تعيش في الاحداث علشان تفهم عمق الفكره. كل شخصيه كانت مبنيه على خلفيه تاريخيه حقيقيه، وده بيخلي المشاهد اكثر تفاعل مع القصه لانها مش خياليه، دي مستوحاه من واقع مرير حصل فعلا. الفيلم ده فيه كل حاجه، قصه واداء واخراج، لكن في نفس الوقت بيشيل عبء تقيل من العاطفه، وده بيخليه صعب في بعض الاحيان. مارتن سكورسيزي قدم لنا فيلم مليان تفاصيل دقيقه وشخصيات معقده، لكن لو كنت من محبي الافلام التاريخيه والدراميه العميقه، كيلرز اوف ذا فلاور مون هينقلك لعالم تاني تماما. لكن بقى لو بتحب الافلام السريعه او المباشره ممكن تحس انه تقيل على قلبك شويتين. كيلرز اوف ذا فلاور مون هو فيلم مهم لكن مش لكل الناس. لو كنت جاهز تواجه الموضوعات الصعبة والتاريخ المظلم بطريقة فنية معقدة، الفيلم ده هيعجبك. سكورسيزي بيستعرض لنا هنا تاريخ مر لكنه في نفس الوقت بيخليك تشوفه بشكل مختلف. لو انت من محبي الدراما العميقة، الفيلم ده هيتربع على عرش الافلام التاريخية بالنسبة لك. وفي النهاية لو عجبك الكلام اللي احنا بنقوله اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من حكاوي سقراط.